أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نحمدك اللهم على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، في حضرة شيخنا عارف بالله عز وجل، من شيخنا سيدنا وحبيبنا سيد الحاج الواحد، ابن شيخنا العارف به الدل عليه سيدنا وحبيبنا مربي أرواحنا وموصلنا إلى حضرة ربنا سيدي عبد القادر رضي الله عنه عن الآباء والأجداد، ورضي الله عن الأولاد والأحفاد، وحفظ الله الأولين والآخرين، إنه سميع مجيب. فبإذن من سيدنا تقدم العبد المذنب الخاطئ الضعيف بإلقاء كلمة أسأل الله عز وجل أن يجللها بإخلاص، وأن يلبسها لباس القبول، أن يكون لها وقع في القلوب، وإصلاح في النفوس لقائلها قبل السامعين المستمعين إليها. ورحم الله سيدة هذا البيت، زوجة حبيب وصديق والدينا وخادم شيخنا رضي الله عنهم أجمعين، وبارك الله في الجميع. ثم أقول أرى أن ننطلق من كلمة ومن جملة تربوية. كان كثيرا سيدنا وشيخنا سيدنا عبد القادر رضي الله عنه كان كثيرا ما يوظفها ويجمل بها المجلس، يتخذها منطلقا تلك الجواهر التي كان يوزعها ويبثها في صدور أولئك الرجال الذين قد انتقل جلهم إلى دار البقاء، وهم من هم صدقا وصفاء، محبة وعبادة وإخلاصا لله عز وجل، والذين يصدق عليهم لا من باب اليأس ولا من باب التشاؤم، وإنما من باب ما قاله نفسه رضي الله عنه: الذين يصدق عليهم قول الشاعر: حلف الزمان ليأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكفري، ولكن يبقى الطريق موصولا إلى حسنة النوايا وصالحة الأقوال والأعمال. هذه الجملة اللي كان سيدنا رضي الله عنه كثيرا ما كيوظفها كيقولها، وهي في الحقيقة كافية ولسائر الأمراض شافية ولسائر الأواني وافية. كان حينما يسأل الإخوان واحد يجير النظر في هذا ثم في هذا ثم في هذا، ثم يتوج هذا السؤال عن الأحوال بكلمة ترحيب، كان يقول: مرحبا مرحبا، فيكون لها وقع على القلوب بتلك الجاذبية النورانية. إذن هذه الجملة اللي كان يقولها رضي الله عنه، التي ما أحوجنا نحن إليها، المسلمين بصفة عامة والمريدين بصفة خاصة. كان كيقول ربي المعاش اللعب رضي الله عنه مرارا، يقول ثم يصول ثم يجوز، ثم يقول ربي المعاش اللعب. وكان يقول رضي الله أيضا: الله عز وجل تعبدنا بالشريعة. وما معنى ربي المعاش اللعب؟
الله عز وجل هو القائل عن المنافقين الذين يخادعون الله وخادعهم. الله عز وجل لا يمكن أن يخادع. الله يستهزئ بهم. قالوا لمن هم مستهزئون؟ الله يستهزئ بهم. الله عز وجل في عليائه وقدسية ذاته لا يمكن أن يمكر به الماكرون أو أن يستهزئ به المستهزئون. وإنما المراد من شيخنا رضي الله عنه رب العرش العد أي شريعته التي أرسل بها الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان أن يلعب معها، بل لا يمكن، بل لا يعقل. لأن علاش؟ لأن الكون لا لعب فيه. وهذا أمر غريب حينما تمعن النظر في ملك الله في كونه عز وجل، من الأجرام العلوية إلى الأجرام السفلية إلى سائر ما خلق الله عز وجل. الكل يؤدي مهمته والكل يؤدي وظيفته. وشكون اللي كيلعب؟ اللي ما خصوش يلعب هو الذي يلعب. الحيوانات لا تلعب، الزواحف لا تلعب، الجمادات لا تلعب، بل إنها تخشى. نقص قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذا هذا الكون لا يلعب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وشكون اللي كيلعب؟ اللي ما خصوش يلعب هو اللي كيلعب، هو هذا الإنسان اللي ما خصوش يلعب، لأنه تحمل الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الذي لا ينبغي أن يلعب هو الذي يلعب. أم ثم يصدق على هذا الإنسان أنه أحمق، ويا ليته كان أحمقا مرفوعا عنه قلم، إنما هو أحمق مؤاخذ بما يصنع وبما يقول. إذن هذه الجملة من شيخنا رضي الله عنه ورضي الله عن وارث سره وعن وارث سره، فعلينا أن نوظفه. وكلام كثيرا من كلامه رضي الله عنه لازلنا نردده بحمد الله عز وجل، ونجد له تأثيرا في القلوب، لأن الكلام حينما يخرج من القلب بطابع من النور بإخلاص لله عز وجل بالفناء عن النفس لابد أن يؤثر. إذا لا يجمل منك اللعب فيما تعبدك الله عز وجل. والعلماء يقولون، علماء الشريعة، المؤمن مؤتمن على دينه. إنما الواعظ أو الفقيه يلاحظ على المؤمن أو ينبهه حينما تظهر أخطاء، وإلا ففي الأمور الباطنية أنت آمن على الدين ديالك. حينما ترى الأخ يتيمم ننظر إلى أحواله فنرى أعضاءه صحيحة، فيمكن للأخ المسلم أن ينصحه ما سبب هذا التيمم. لكن ما تقولوش واش تغدي مشى من متعاون وجا واش تغديت ولا ما تغديتش، لا هو امين لابد انه يتوضا. لكن حينما تظهر الاخطاء انت صحيح اعضاؤك صحيحه، لماذا تتيمم؟ او الاخ يصلي جالسا، هذه امور قد ظهرت، لماذا تصلي جالسا؟ الحقيقه ان تساله، يعني هذا من باب النصيحه. الامور الباطنيه الاخرى لا يجوز. واش توضيت ولا ما توضيتش، واش ميتها الفلوس ولا كذا، واش قريت الفاتحه في الصلاه، لا. المؤمن هذا هو مؤتمن امين على الدين ديالو. لكن حينما كيعمل بعض الاخطاء الظاهره لابد ان تسال، ولا باش يكونوا خونه ديك الساعه، ولا بد ان تقبل. وان لم تقبل فانا ساقول والعودة آنذاك عليك. إذا نردد ما كان يقوله سيدنا رضي الله عنه وأرضاه:
ربي عز وجل ما شاء سبحانه وتعالى. ثم من الأحاديث التي أرى أن نذكرها في هذه الجلسة المباركة التي بوركت، وفي هذه المقالة المباركة التي بوركت بإذن من شيخنا رضي الله عنه سيدنا سيد محمد المهدي حفظه الله، بارك لنا فيه وفي أحبته وفي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة. الحديث الذي أريد أن أذكره هنا، وآمل أن يكون الكلام موجزا، وحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله والإمام الترمذي، الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ وهذه من أساليب التربية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المرات هو الذي يسأل الصحابة ثم يجيب، وبعض الأحيان الصحابة هم الذين يسألون، في بعض الأحيان يضرب الأمثال، وفي بعض الأحيان يرسم الخط في الأرض، وفي بعض الأحيان الصحابة الذين في المدينة ينتظرون أن يأتي الصحابي المسلم من البادية ليسأل فيستفيدون. وفي حديث جبريل جاء جبريل فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابه على الإسلام، والرسول يجيبه والصحابة يستمعون. في النهاية قال لهم: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. إذا الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لما عنده والو. والفقهاء يقولون ما يباع على المفلس. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: والو، عنده والو. هذا إفلاس في الدنيا، وكل مصائب الدنيا تهون وتعالج. علينا أن نعلم كل المصائب الدنيا تهون، الفقر والمرض إلى غير ذلك من الامتحانات التي يصاب بها المسلم تهون. لكن الإفلاس الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبهنا عليه لنحذره، وهو هذا هو الواقع في مجتمعنا، في المسلمين بصفة عامة إلا من رحم الله، وربما حتى في المنتسبين للقوم في سائر الزوايا. نرى هذا الأمر خطير، وهو خطير جدا. قال: المفلس من أمتي صلى الله عليه وسلم. وهنا خصنا نكونوا هنا في كل هذه الجملة نردوا الكلام الثاني بالمعاش اللعب. ما تبقى تأول أنت، أول راسك أنت. المفلس من أمتي، ما هو ديال المجانين. أسيدي أشكون شي دخل الجنة؟ الله يدخل على الكفر. وإذا هذه النصوص الدينية راه باش تسيب المسلم عليه أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، ما تلعب مع الدين، مع راسك ماشي مشكل. حين يجي النص سمعنا وأطعنا، عالج نفسك وعالج أحوالك، وإياك أن تركب رأسك كما يقولون. ومن الآيات التي قرأتها قبيل يقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. والعلماء يذكرون هنا آثارا يعني من حيث السند يعني فشيئا ما. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني ما كنشوفوش حنا في القرآن آمنوا وقرأوا، كنشوفوا آمنوا وعملوا. قال: المفلس من أمتي، اسمع، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أعمال جميلة. يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، جميل، أعمال جميلة. صلاة، صيام، صدقة، زكاة وصدقات وإلى آخره. ولكن هذا الإنسان ما كان يحمي زراعته، وما كان يقوم بالسياج.
باش يحمل المحصول ديالو الزراعي. هي أعمال فضلك الله عز وجل إليها. طيب شنو صار؟ الصيام سهل، والزكاة والصدقة سهل، ماشي سهل. الله عز وجل وفقك. هذيك الفلاح اللي عطاه الله تعالى طاح الشتاء وزرع وفلاح، ولكن ما قامش بالمعالجة أو بالحفظ هذا المحصول ديالو الزراعي. من ياتي المفلس من أمتي. وأنا هذا حينما أقوله حقيقة أنا أقوله لنفسي، لأننا علينا أن نعلم أن يوم القيامة لن تفكر في أحد، ولو في أمك وأبيك، ولو في أعز الناس إليك، إلا بعد أن يأذن الله عز وجل في الشفاعة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء العاملين، الصادقين، الصالحين، الأمر كاين، ولكن النصرة كاينة، لأن الموقف يوم القيامة صعب. يفر المرء كيف الله عز وجل، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وشنو الفائدة من القرآن؟ واللي كيسمع راه ديالو كيقول، واللي كيحفظ القرآن يقرأ القرآن بزاف. إما الوصايا ديالو النيرة اللي هي جواهر، يذكر الله بزاف، يصلوا عليه بزاف، وقراو اللي كيحفظ القرآن يقراو القرآن بزاف. مع نوع من الملاحظة، وأرجو أن هذه طبيعة. أنا رأيت إسراعا من بعض أحبتنا. كيف؟ لا أقصد أحد، إنما أنا وحدة كيكون مثلا بماذا قرأت؟ أبي نفسك لا تعد القراءة قراءة، لأن الكلمة القرآنية لها فرائضها ولها أركانها. إن الذين آمنوا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين. حنا ماشي نكلفوك بالتجويد، بالترقيق والتفخيم والإخفاء والغنى، لا لا لا، إنما تقال مثلا غير بالحال. فعليكم أن تكونوا على بينة من هذا. إذا كما لقد أخذنا الفاضية في قس حمل جزاه الله عنا خيرا، يعني حذر من كلمة اللطيف تقرأ حولها. كنسمع ساعات كلمة كتخرج حولها. الحمد لله أنتم مع أهل العلم، أنا مجرد طالب علم. يا لطيف، اكتبها سيدي يا لطيف، اكتب لطيف. ما يجوش تقول لطيف، هو من لطف يلطف فهو لطيف. هذاك يسموه العلماء اسمه الفاعل لطيف. انت لما كتحذف الياء ازلت حرفا، ازلت ركنا من كلمه. هذا في اسم من اسماء الله الحسنى، فما بالك في الكلمه القرانيه؟ لماذا؟ باش العمل ديالك ما يمشيش هباء منثورا. شوف الله يفتح عليك، خلينا بالكلام. واعملوها، واش عملوها؟ هي عملوها ما كاينش في الدنيا. في الدنيا كاين يعملوها، يجيب لك الشطون طيب وليب يبزر، تغوت مع الشريفه، نعبي لك الجلاب تقول واحد كم رقيق واحد كم غليظ. لا المعلم كيعبر له داكشي باتقان، الماكله كطيب باتقان، الحلوى كتعدل باتقان، الرزه والسلام كيتعدل باتقان، اتي كيتعدل باتقان، البني في الرونق ديالو كيتعدل باتقان. امور كلها حيت ما كاينش يعملوها. هذه في الامور الفانيه فيها، فما بالك بنشوف الامور الدين ونقولوا واعملوها ما تعملوهاش. النبي صلى الله عليه وسلم شاف غير مقدار الدفار فوق القدم، واحد الصحابي توضا وما جي مقدار الدفار، قال له ارجع فاحسن وضوءك الى اخره. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة أو زكاة. ثم هذا الإنسان مع هذه الأعمال الصالحة الجميلة ما كان يتورع، ما عملش واحد السياج من المحصول ديالو هذا الحسنات،
سمعت الهفوات التي يرتكبها المسلم: مقتل روح، مشرب خمر، مرتكب فاحشه. انما المصائب اللي عندنا مع الاخوان ديالنا المسلم بصفه عامه، وعندك تقول لي ان لا هذا يجوز في الهضره. عندك اذا كانت الشريعه الاسلاميه ما كتجوزش من المسلم يهضر في اليهودي، يهودي مثلا في بلدنا مواطن يهودي له عقد الامان من امير الدوله سيدنا الامام مثلا محمد السادس، عنده العهد. هذا اليهودي وهذا النصراني لا يحل ماله ولا يحل عرضه وتحرم غيبته. هذا هو الدين. فما بالك بالاخ ديالك المسلم الذي يشاركك لا اله الا الله ومحمد رسول الله؟ إلا كانت الامور التي تنكر ينكرها الشرع الدين والخلق. مثلا حين كما كتبر شي امور مثلا ينكرها الشرع أن تنكر، او ينكرها تاريخ القوم. مثلا تلقى العارف بالله عز وجل وراهم كيتشدوا كثار من كل شيء. الناس احمد رضي الله عنه اش قال الصلاه بدون خشوع صحيحه عند الفقهاء باطله عند الصوفيه. لا يا شيخ انهم كيتشدوا كثار. لا كنعرفوا في العالم ديال الجنديه مثلا القانون اللي هو مليتنا منظور الى شنو كيكون هذاك اللي مقرب. كل ما تقرب الانسان ولا هو كيكون يعني خطور من الخطوره بمكان. حتى لما كتمضي على واحد العمل في سلك الذاكرين انت محمل امور كبيره، حافظ على الدين، الصلاه، على الاخلاص، على الصدق، على المعامله. علاش؟ المسلم العام المؤمن العام مطالب وحده ان لا يسيء الى الاسلام. المريد حينما يرتكب مخالفة يسيء إلى الإسلام بصفة عامة ويسيء إلى طريق أهل الله عز وجل بصفة خاصة، وتسبب لك في الشيخ ديالك وفي العارف بالله عز وجل وفي الصادقين. وهذه من الجمل اللي كيردوا لها سيدنا ودهم كيقول علاش تعمل كذا حتى يقولوا الفقيه عمل كذا أو الشريف عمل كذا أو الفقير دي فلان عمل كذا. الكلمات لا تزال والحمد لله عز وجل راسخة في الأذهان. كنت أكتب شيئا ما بعض الكلمات حينما كنا نسمعها، ولكن احتفظ بها الذهن والعقل بحمد الله عز وجل. إذا هذا باش نختموا، هذا الإنسان لما عنده الصلاة والصيام والزكاة شنو عمل؟ اسمع الحفوات اللي عمل النبي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا المسلم يأتي وقد شتم هذا يسبوه علانية وقذف هذا. شنو القذف؟ القذف هو الاتهام بشيء قبيح. لا انا ريت كذا، إلا ريت الصوم وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. كلها عندك مع اخاك المسلم بصفه ايا كان. ما تقول لي هذا تعمل لي بحال عمل لك الانسان. يذكروا بعض العلماء كان جالس واحد العالم جالس مع واحد خضار ولا شنو هو، واحد يستخر وغلى عليه بزاف. قال له شنو هادشي اللي لاباس؟ انت تعديت على هذا الانسان. قالوا ما كتعرفش شكون هذا؟ قالوا هذا فلان كينكر كرامه الاولياء. الله. قالوا ما علاقه انكاره لكرامه الاولياء بهذه الجنحه التي ترتكبها انت؟ قالوا ينكروا كرامه الاولياء او لا ينكروا، هذه مخالفه مع نفسه هو. وكونك انت كتعامل بواحد المعامله سيئه ينهى عن الاسلام، هذه المخالفات تتحمل جريمتها انت. وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، شوف شنو كتقول، وسفك دم هذا، صحيح بلغ الضرب، وضرب هذا. جميل. قادت الدنيا، طويت الصحف،
حصل ما في الصدور. تعرف شنو عندك في الدوسي ديالك؟ كيف لا تدفع شي ميل في الاداره باسبورت ولا فيزا وما تعرفش فين يتحرك، كذلك انت ما تعرفش شنو تكتب وما تعرفش فين انت مكتوب. يعني انت هو انا. اذا قالت في الاسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل السماء السابعه وسلم على سيدنا ادم، وكان سيدنا ادم لما كان ينقلب الجهه اليمين كيضحك، ولما كيلتفت للجهه اليسار كيبكي، والجهه اليمين شي ناس ارواح. والعلماء قالوا الارواح ماينين، واش الارواح اللي باقا ما دخلت في الاجساد، منهم من قال الارواح اللي دخلت الاجساد وخرجت. هذه ارواح ذريته من اهل الجنه. لما سال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال له شحال ادم لما كينقلب للجهه اليمين كيضحك، ولما كينقلب للجهه اليمين كيبكي. قال له هؤلاء وشنو هذو اللي عن الجهه اليمين؟ قال له هؤلاء الذين هم عن يمينه ذريته من اهل الجنه اذا نظر اليهم ضحك، وهؤلاء الذين هم عن شماله ذريته من اهل النار اذا نظر اليهم بكى. تقدر تقول لي انت فهمت؟ لا احد. والحمد لله احنا ساداتنا الرجال بعيدون كل البعد عن الدجل وعن الشعوذة وعن السحر وعن المصائب والويلات كلها. فهذا المنهج منهج إسلام، هذا منهج الإسلام، كما أن هذا منهج الذكر والصحبة والتصديق بأسرار العارف بالله عز وجل وسم بالتصوف، فهو دين، هذا إسلام. كما وسم ووصف وسمي معالجة الكلمات العربية إعرابا وبناء وصف بعلم النحو، وأسرار الكلمات البلاغية وصفت بعلم البلاغة، وقواعد الاستنباط وصف بعلم الأصول، وقواعد القاريد والشعر وصف بعلم العروض. وصف هذا العلم بالتصوف، فهو إسلام. عندنا شي حاجة من غير الإسلام لا توجد. شي أمور يعني هي من إلهامات الصالحين، لكنها العارفون بالله عز وجل يعرضونها الكتاب والسنة. إيش وقع عن هذا الإنسان هذا اللي عنده الصلاة والصيام والصدقة والزكاة إلى آخره، ومع ذلك عنده الشتم في عباد الله، حاولوا يسبوا هذا الإنسان. وفي غير تبغى أنت نخرج في أستراليا باش تقول اسمح لي، هنا نقدر هنا إلا كانت فيا الجرأة نقول لك اسمح لي، بحال دابا أنا نقدر نقول لكم اسمح لي. أنا دابا نقول لكم سمحوا لي، لأن ساعات كنعلق على بعض الأمور. تقول لا يعني أقولها وأن تسامحوني وإن كنت على حق. يبغي تبان أنت ناخذ في بريطانيا باش تقول اسمح لي. طيب شنو كتعدل؟ كتنظر لما حين كنفتحوا اللسان ديالنا فواحد الإنسان كتقطع واحد الورقة من التيكي ديالك وكتمضيو بحال كتمشي تخلص. مين غيتخلص؟ من الحسنات ديالك. واش من الحسنات؟ الحسنات هي الثواب للأعمال الصالحة التي فين كتكون عندك الحسنات؟ هو ربي كيخلصك على الأعمال الصالحة التي قبلها منك، وضوء مقبول، صلاة مقبولة، صدقة مقبولة، عمل مقبول. وانت كتعطي واحد الانسان مجانا، انت اللي كتعطي هذاك الانسان لما كتكلم فيه كيسمى عندك العدو. هذه العدو في الدنيا انت ما كتعتقوش، ولكن كتعطيه كثار من امور الدنيا، تعطيه من الحسنات. كاين شي واحد حماق في حالنا او في حالي اذا كان الانسان وكان عنده على هذه المصائب هذه، انت كتمضي على تيك على بياض وكتعتها. يوم القيامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعطى رب البال غادي يخرج له كل شيء، اللي في جنوب افريقيا غادي يخرج معك، واللي في استراليا غادي يخرج، ويكون في السماوات واخا طلع من السماء الله اعلم غادي يخرج له. لان ربي قال وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر. فيعطى يبدا خلص، يعطى هذا من حسناته. الله هذا ما يجي العيد ماشي من السوق الحمد لله واحد 5000 درهم هادشي كيف كيقولوا جبالة المقضيات مثلا للعيد حوايج ديال الاولاد او الى اخره، فاذا به واحد 5 الناس شنطوا عليه داو لك اياه. انسان صافي الامور مسقمه شنو نهار
هذا واحد الصورة من يوم القيامة، وحنا ما عندنا فيها شك. إنما حرص وباش تكون على يقين. سيدنا الراجل كيقولوا المورد خصو يكون ممتاز باش الشيخ يربح معاه، يكون شي سبب الخساره في راسو وفي التوفيق العارف بالله عز وجل. فيعطى هذا من حسناتك وهذا من حسناتك وهذا من حسناتك. الحديث معروف. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته ثم طرح عليه ثم كب في الأرض والعياذ بالله عز وجل. الإنسان طلع في الورقة بأنه نجح، واحد الساعة قال لك ما كاينش ديك الشيء، راه تعوضات الأمور. عوضوا الفرز الأسود. شحال من مرة كيقول لك فلان نجح في انتخابات صافي ودا خصوصا دابا اليوم في موقع التواصل، قال لك اجي ننجح، قال لك والو سيدي عاودوا الفرز الأسود، قال والو ما كاينش. أو في الليل اعترف بأنه نجح، في الصباح جاء الخبر أخو بأنه ساقط، ظلما وعدوانا. هكذا المسلم. إذا فحرص على ما ينفعك أخي في الله عز وجل. أخي المريد المسلم إسلام، المريد الصوفي المنتسب إلى طريق أهل الله عز وجل، لتصفي لسانك وباطنك وأحوالك وسلوكك، ولتكون كما قالوا في حقيقة الصوفي هو الذي يأخذ النصيب من كل شيء ولا يأخذ النصيب منه شيء. فإن سيرته رابح، ما يخسر شيء أبدا. الحمد لله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد وأن يلهمنا السداد والصواب. نسأله عز وجل أن ينور قبر شيخينا الجليلين وقبر ساداتنا الفضلاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمن تنسل لهؤلاء الصادقين صحابة رسول الله سيدنا رسول الله علماء العاملين العارفين، وأن يرحم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرحم العلماء العاملين أينما كانوا على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، فهم حراس الشريعة. وأن يبارك في مجالس الذاكرين، وأن يجعلنا نحلا ونخلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات المؤمن إنه نخلة وإنه نحلة. كما نسأل عز وجل أن يبارك في سيدنا وشيخنا، اللهم بارك لنا فيه، احفظنا فيه في عمره، الدواء على يديه، دواء قلوبنا وعلاج أرواحنا وصفاء أذهاننا وحسن خلقنا وانضباطنا في سلوكنا على يديه بإذن الله السميع العليم. أن يبارك في أهله وذريته وفي أحبته ومريديه وزائريه وخدامه، جزاهم الله عنا خيرا. يتغمد الفقيدة زوجة سيد الحاج برحمته الواسعة، اللهم اغفر لها وارحمها، وارحم لهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، واصلح لهم الأولاد والأحفاد. والأخ مولي أحمد نسأل الله عز وجل أن يعجل له بالفرج، ونهنئ الأخ سي علي نسأل الله تعالى أن يكفر له بهذه المصائب الذنوب ويغفر لهم السيئات، وأن يبارك في الأهل والمال والولد، ويرحم آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا، وأن يختم لنا بالحسنى. آمين. والختم من سيدنا منهم رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.